بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعرف معنى القطمير كما ورد في سورة فاطر في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هل سألت نفسك يوما ما معنى القطمير المذكور في هذه الآية رقم 13 في سورة فاطر، في قوله تعالى: يولج الليل في النهار. الله تعالى يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك الذي يفعل كل هذه الأشياء، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، ويسخر الشمس والقمر، ويسخر كل شيء في الكون، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم. هذا هو الله ربكم، خالقكم ورازقكم ومالك أمركم، له الملك، له الملك كله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من دونه يعني ما معنى من دونه؟ الذين تدعون من دونه الأنبياء من دون الله؟ نعم. الأولياء من دون الله؟ نعم. الصحابة، التابعين، الأئمة، الحسين، السيدة البدوي، كذا كذا، كل هؤلاء دون الله طبعا. والذين تدعون من دونه ماذا قال الله تعالى عنهم؟ قال: ما يملكون من قطمير. فما هو القطمير؟ هذا هو القطمير. حينما تفتح التمرة وتستخرج النواة، هناك قشرة رقيقة كالورق الشفاف عليها، تستطيع أن تنزعها هكذا. هذه القشرة الرقيقة التي يعني لا يصنع بها الإنسان شيئا ولا تغني عنه شيئا. هؤلاء الذين يدعوهم الناس من دون الله لا يملكون شيئا، ولا يملكون أن يصنعوا ولا أن يأتوا بهذه القشرة الرقيقة. ثم بعد ذلك يدعوهم الناس من دون الله. عجبا لذلك. فإذا دعوت فادعوا الله، ادعوا الله وحده، فهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت